بعد ما بندرس المنافسين كويس جدا ونعرف المحتوى اللي هم بيعملوه ونعرف بيعملوا ايه بالظبط، لازم نروح نعمل حاجه اسمها ايه؟ سوات اناليسيس. ايه هي السوات اناليسيس؟ سوات اناليسيس ده تحليل كده للبيزنس بس من وجهه نظر الديجيتال ماركتنج، مش من وجهه نظر البيزنس، من وجهه نظر الديجيتال ايه؟ ماركت. طب هنعمله ازاي؟ وايه يعني ايه كلمه سوات اصلا؟ سوات 4 حروف. اول حرف هو الايه؟ الاس. الاس ده يعني ايه؟ سترينث، الايه؟ نقاط القوه. طيب الدبليو الويكنس، نقاط الضعف. خلينا في الاثنين دول دلوقتي وبعد كده نشوف الباقيين. تمام؟ طيب ايه هي نقاط القوه ونقاط الضعف؟ دي الحاجه وحط بين قوسين اللي جوه البيزنس نفسه، المشاكل اللي جوه البيزنس نفسه، سواء نقاط القوه اللي هي الحاجات الحلوه او نقاط الضعف اللي هي المشاكل اللي جوه البيزنس. طب انت دخلت على صفحه لقيتهم صفحه انت هتمسكها لقيتهم ما شاء الله مجتهدين وعاملين محتوى قوي، يبقى دي نقاط ايه؟ يبقى ده واحد محتوى، عندهم محتوى كويس. طيب دخلت لقيتهم بس ما بيصرفوش اعلانات خالص وعدد الفولور قليل، تروح حاططها فين؟ نقطة ضعف عدد المتابعين. حلو، ايه تاني؟ طيب دخلت لقيت ما بيصرفوش اعلانات، يبقى بايه؟ اعلانات، ما بيصرفوش اعلانات، مفيش صرف اعلانات، دي نقطة ايه؟ ضعف. طيب دخلت لقيت عندهم كديجيتال عاملين هويه بصريه والوان، دي نقطه ايه؟ قوه، هتروح حاططها ايه؟ عاملين هويه بصريه. دخلت لقيت اسم الشركه كويس في البراندنج بقى، احنا بنبص على البراندنج، اسم الشركه لا تمام. طب اسم الشركه طويل وصعب ومميت اروح حاطه فين؟ نقطه ضعف. عاملين هويه كويس والوان كويس بس اسم الشركه اصلا صعب، يبقى اسم ايه؟ طيب دخلت لقيت الناس شغالين بقالهم فتره موجودين في السوق بس ما حدش يعرف عنهم حاجه ومش معروفين او مكانهم بعيد او مش ظاهرين خالص على السوشيال ميديا، ومع انهم بيعملوا محتوى كتير قوي بس مش ظاهرين على السوشيال ميديا، دي نقطه ايه؟ ضعف. وهكذا لو حاطط هنا نقطه القوه ونقط الايه؟ بس دول اللي فين بقى؟ جوه. بصوا جوه دي عامله ازاي؟ جوه ايه؟ جوه الشركه. دي نقطه القوه والضعف جوه ايه؟ الشركه. طيب